صباح الخير. النهاردة هنعمل الكاتشب مفيش غنى عنه، بيدخل في وصفات كتير، وكمان ممكن نعمل بيه تتبيلات للفراخ بيبقى تحفة جدا، وبيخش في تتبيلة البانيه. بس قبل ما نبدأ في الوصفة لايك وشير كتير للوصفة، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. دلوقتي بقى معايا كيلو من الطماطم، غسلته كويس جدا وفرمته في الخلاط، وهضيف على عصير الطماطم نص كوباية من المية، نص كوباية شاي. المعيار اللي انا عايرت بيه المية هو نفس المعيار اللي هعاير بيه بقية المكونات. وبعدين هضيف 3/4 كوباية من الخل، 3/4 كوباية شاي برضو. انا استعملت نفس المعيار بتاع كوباية الشاي اللي انا عايرت بيها نص كوباية من المية. وبعدين هضيف برضو 3/4 كوباية من السكر، برضو 3/4 كوباية شاي. ومن الكوبايات بتاعة الشاي يعني. ولو عايزة الكاتشب يكون حار بضيف 3 قرون من الفلفل مقطعاها شرايح. وبعدين هضيف البهارات بتاعتي بسيطة جدا، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من البصل البودر. وخلاص هقلب المكونات دي كلها مع بعض. مهم جدا المعيار اللي هتستعمليه هو يكون معيار اللي هو كوباية الشاي. انا مستعملة المعيار ده لان ده يعني اكتر معيار متوفر في اي بيت مصري. وقلبت المكونات كلها مع بعضها ومزجتها كويس جدا. هرفع بقى الخليط ده على نار عالية لحد ما يغلي. وبعدين اول ما يغلي هسيبه، ههدي النار، اخليها نار متوسطة. ومن وقت للتاني بقلبه علشان الكاتشب بيبقى فيه سكر، علشان السكر ده ما يلزقش في رقاع الحلة ويتحرق معايا. من وقت للتاني بقلبه. ده شكله بعد ما غلي اول غلوة. هسيبه بقى على نار متوسطة لحد ما يوصل للقوام المناسب. وده شكله اول بقى ده شكله المناسب، ده القوام المناسب المفروض يوصله لما سيبته على نار متوسطة. دلوقتي بقى انا طفيت عنه النار، وبعدين هنقله في الخلاط. هسيبه بس لمدة 5 دقايق يهدى في الحلة، وبعدين هنقله في الخلاط واضرب المكونات كلها في الخلاط علشان يبقى الخليط ناعم ومتجانس. وخلاص بقى ده شكله بعد ما ضربته في الخلاط. شايفين الخليط ناعم ازاي؟ هرفعه على نار البوتاجاز يغلي غلوة واحدة بس، وبعدين هطفي عنه النار وهسيبه لحد ما يبرد خالص. وبعدين هضيفه في اي علبة تكون محكمة الغلق ونضيفة وما فيهاش ولا نقطة مية. ممكن تحفظيه في التلاجة لمدة اسبوع، او تحفظيه في الفريزر لمدة 6 شهور، مش هيحصل له اي حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير كتير للوصفة ولايك كتير. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.